أحلى تحية مشاهدي متابعي زوم تايجر الكرام في ختام بطولة المرجان الرياضية الأولى لكرة القدم. يقف بجانبي المهندس رامي سراج. أهلا وسهلا فيك. أهلا، الحمد لله، بسم الله والصلاة والسلام. الله يحييك ويعطيكم ألف عافية حبيبي، ما قصرتوا. مهندس رامي سراج رفض الخروج للتصريح منذ افتتاح البطولة. أجلت أنك تطلع تتكلم رامي للمرحلة الأخيرة. عندك المايك، قول اللي عندك. والله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله على كل حال وعلى البطولة ونجحت. شكرا لكل الفرق، شكرا لكل الإداريين والمدربين واللاعبين اللي نجحوا هذه البطولة، والحمد لله إن شاء الله من حسن لأحسن، وإن شاء الله نوعدهم ببطولة ثانية للمرجان بإذن الله مع الشباب. الله يعطيهم العافية. أشكر أخوي مهند الجفري ومعتصم الخزامي وكل القائمين على إدارة الملعب. نعم. نجاح كبير، نبارك لكم نجاح هذه البطولة مهندس رامي. عمل جبار كان في الأيام الماضية. ايش الأشياء اللي واجهتوها من صعوبات؟ وايش الأشياء اللي كانت حلوة في البطولة كذا؟ خلينا نعيش معك أجواء البطولة من أولها إلى آخرها. والله ما الحمد لله ما في صعوبة، كانوا الفرق كلها متعاونة معانا، وكانت البطولة على أتم ما يرام. يعني الحمد لله كل الأمور كانت طيبة، وحلاوتها باللعيبة، كل لعيبة جدة معظمهم شاركوا عندنا، والحمد لله الحمد لله. يعني ممكن نشوف رامي سراج في المرجان رقم 2 إن شاء الله بإذن الله، يا رب إن شاء الله، إذا الله أراد إن شاء الله نكون معاهم مرة ثانية. حاب تعلن عن موعد انطلاق المرجان 2؟ والله إن شاء الله بإذن الله حسب الإدارة حقت المرجان متى يحددوا، ونحن تحت أمرهم إن شاء الله بإذن الله. نعم. مهندس رامي أتيح لك المايك، كلمة أخيرة لك. أقول أشكر والدي وأدعو لأبي بالشفاء، يا رب يشفيه إن شاء الله ويقومه بالعافية، وأشكر والدي على كل الفضل اللي أنا بعد الله فيه، هم السبب. وأشكر أهلي وزوجتي وزوجاتي وكل حاجة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أتمنى الشفاء العاجل لوالدك. عندنا خبر بهذا الكلام، وأتمنى نلتقي أنا وأنت مهندس رامي في مناسبات قادمة وفي أجواء مثل هذه، أجواء فرحية وأجواء ناجحة طبعا بنجاح هذه البطولة. شكرا لك. الله يخليك، تسلم يا غالي.